السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل فراشات؟ النهاردة هنعمل مع بعض التورتاية الفراشة القمر دي. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة لأي حد أول مرة يعمل تورتاية هتنفذيها بكل سهولة. طبعا لو أول مرة تشوفي قناتي أنا دعاء إبراهيم، ودي قناتي لتعليم التورت والحلويات والجاتو. إن شاء الله تستفيدي منها. أتمنى تعملي جولة في القناة وتدخلي وتشوفي الفيديوهات، إن شاء الله تعجبك. ما تنسيش اللايك والاشتراك لقناتي لو أول مرة تشوفيها. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وشوف هنعمل التورتاية القمر دي ازاي. طبعا أنا هكتب لك هنا المقادير كلها. احنا المقادير دي هنعملها بالمكونات الساقعة. كل المكونات اللي معانا ساقعة جدا، البيض والمية ساقعين طبعا، والدقيق. أنا عملتها هنا بكوبايتين 2 دقيق و4 بيض، وكوباية سكر وكوباية مية ساقعة متلجة، وكوباية إلا ربع نشا، ومعلقة كيك شيف، وذرة ملح، ومعلقة خل. دي كل مكوناته إن شاء الله هسيبها لك. زي ما انا قلتلك طبعا ضربتها في العجان، ولعت الفرن قبل ما اعجن كل المكونات دي. قبل ما اعجنها شغلت الفرن الاول على اعلى حاجة خالص. بعد كده جبت الحلة بتاعتي مقاس 26، فرشت فيها، جبت فيها ورق زبدة. طبعا انا بدهنها الاول من خليط العجين او الكيك، علشان بس الورق اللي معايا ده يلزق. الورق اللي معايا ده ورق سندوتشات او ورق شاورما، حلو جدا واوفر بصراحة من ورق الزبدة، وخصوصا لو انتي بتطلعي الحاجات دي اوردرات او عاملة مشروع من بيتك بيكون اوفر معاكي. هحط الكيك فيها كده في الحلة بتاعتي بعد ما غلفتها بالورق، وهسويها كويس واديها خبطتين حلوين كده. هجيب فوطة واخبطها خبطتين حلوين عشان اتأكد ان مفيش فيها اي فراغات خالص. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة في النص. طبعا بما ان الحلة بتاعتي عالية شوية فانا بنزل الشبكة للرف اللي تحت وبدخلها. بتقعد معايا ساعة الا ربع بالظبط. بعد ساعة الا ربع طلعتها اختبرتها، ما شاء الله حلوة جدا. غطيتها وسبتها تاني يوم. لو انتي مستعجلة عليها سيبيها حوالي 3 ساعات او 4 ساعات وابدأي اشتغلي فيها. كون هديت خالص. انا بفضل اسيبها لتاني يوم. بعد كده قلبتها وهقشر الظهر بتاعها وهبدأ اقطعها بالمنشار. هوريها لكم دلوقتي. بسم الله ما شاء الله حلوة جدا، والطريقة دي جميلة جدا جدا. عايزة اقول لكم بقى ان الكيكاية القمر دي هنعمل منها التورتاية اللي انتوا شفتوها، وهنعمل منها دستة جاتو كمان. يعني هطلع منها دستة جاتو، وهطلع منها تورتاية. شايفين الكيك ما شاء الله ابيض وهش وطري وحلو قوي قوي. هي هتطلع معايا 5 طبقات. 3 طبقات هاخدهم هعمل بيهم التورتايه، والطبقتين ان شاء الله هعمل لكم بيها دستة جاتو. انا صورت لكم الفيديو هنزله لكم ان شاء الله بعد الفيديو ده. شايفين ما شاء الله الكيك حلو قوي ومرتفع. انا بقطعه على رقم 9. دول اهم، دي التورتايه ودي الجاتو. انا هعمل معاكم بقى دلوقتي التورتايه. انا ضربت ليها اول كوبايه كريمه، هي اخدت معايا بالظبط كوبايتين كريمه، يعني ربع كيلو كريم شانتيه. القاعده اللي معايا دي دي 30 في 30. طبعا وزي ما انا قلت لكم الكيك مقاسه 26. وضربت كوبايه كريمه. زي ما انتوا عارفين انا بضرب الكريمه، بحط كوبايه الكريم شانتيه عليها معلقتين كريم باستري، معلقتين لبن بودر، كوبايه ونص ميه. بحط الكوبايه الاول، وبعد كده لو حسيت انها محتاجه النص بحطها، ولو حسيت انها محتاجه اكتر بحط حسب نوعيه الكريم شانتيه اللي انت بتستخدميه. بدات احط زي ما انتوا شايفين كده الكريمه، وبحط عليها كريسبي وشوكليت شيبس، وحطيت كريسبي وضغطت عليهم ضغطه خفيفه كده علشان تدخل معايا بس في الكريمه. وبعد كده بحط طبقات الكيك وبسقيها. الخليط التسقيه اللي معايا ده عباره عن ميه وسكر ولبن بودر وكريم باستري. بقلبهم كويس قوي وبسقي حاجه خفيفه خالص. لو تاخدوا بالكم المعلقه اللي بسقي بيها صغيره مش معلقه كبيره. فبحط يعني حوالي 4 معالق 5 معالق صغيرين كده. هبدأ هنا بقى ألم فرافيت الكيك كله كده. دي آخر حاجة على فكرة معايا في بالنسبة للكيك للكريمة. وحطيتها في الفريزر، وضربت كوباية تانية سبتها بس في الفريزر شوية كده حوالي تلت ساعة أو نص ساعة. بعد كده طلعتها. أنا هنا بشوف النص عايزة أقسمها بقى نصين. قسمتها كده. يعني انا كنت واقفه عماله اشوف كده النص ده اكبر من ده، انا مقستش. المفروض تقيسي بالمسطره بس انا قستها بالنظر. اخدت النص الاولاني بس الحمد لله طلعت مظبوطه يعني. هاخدها، بصوا هاخدهم كده احطهم في ظهر بعض.
انا بقى بظبط الكيك معايا علشان احط النصين في ظهر بعض زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. هاخد النص التاني بقى وابدأ احطه على النص الاولاني اهو. طريقة سهلة جدا على فكرة. وببدأ اخد الطرفين اللي تحت بضمهم على بعض. الطرفين اللي قدام بخليهم مفتوحين والطرفين اللي تحت بخليهم مضمومين شوية على بعض. بصوا انا هظبطها كمان دلوقتي. خلاص كده انا ظبطتها. هبدأ انضف البورد بتاعي. احنا لسه كمان هنشتغل فيها وهنلونها بس بنضف اول باول. هبدأ بقى اخد من الطرف ده جزء كده ومن الطرف التاني قصاده بالظبط. بصوا انا بقيس عشان يكون نفس الطرف قدامه جزء صغير علشان نعمل الدوران بتاع الجناح بتاعة الفراشة. بصوا هبدأ اشيل بقى. هي حتة صغيرة اللي انا شلتها من ناحية دي، يعني جزء صغير خالص من ناحية دي ومن الناحية التانية. بس كده. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتنسوش اللايك للفيديو. طبعا انا جبت هنا الالوان بقى. انت بتلوني اللون اللي انت عايزاه. انا جبت اللون اللي هو البينك. لونته جزء كده وبدأت اخده علشان الون الفراشة من تحت. الالوانات دي بقى حاجة ترجع لك انت بقى بتعملي الالوانات اللي انت عايزاها. هبدأ بقى اخدها كده واجلسها. بدأت اخد الجزء اللي انا لونته. انا خدت جزء من الكريمة. دي تاني كوباية على فكرة. زي ما انا قلت لكم ضربت اول كوباية ودي الكوباية التانية اللي انا هقفل بيها التورتاية. والكوباية التانية برضو حطيت لها حوالي كوباية وربع مية. انا كنت حابة الكريمة تكون تقيلة معايا شوية في التقفيل. هبدأ بقى اجلسها كده. هي بصوا عايزة صبر بس شوية منك. تبدأي تجلسي فيها بكل هدوء كده وهتطلع معاكي حلوة ان شاء الله. بعد ما جلستها ونضفت البورد بصوا جبت عصاية كده بتاعت شيش طاووق اعلم بيها المكان اللي انا هرسم بيه الالوانات بتاعت الفراشة من فوق. بصوا ببدأ اعلم كده في الجناح من الناحية دي ومن الناحية التانية، ويا ريت يكونوا قد بعض بالظبط. انا كنت بعلم بالنظر على فكرة، يعني كنت بشوف كده بالنظر. عملت علامتين في الجناح بتاع الفراشة من فوق قد بعض ومن تحت برضو قد بعض. وهبدأ بقى احددهم باللون الاصفر. بدأت اجيب لون اصفر. دول العلامتين اللي انا حددتهم بالعصاية بتاعت الشيش طاووق. انتي بقى حاولي تخليهم قد بعض. تمام. هبدأ بقى اعملهم كده ومن الناحية التانية برضو نفس القصة. هبدأ اعمل كده واسيب فراغ من النص. الفراغ ده المفروض كنت حطيت فيه لون احمر بس انا بقى حطيت فيه لون ابيض اتلخبطت. بعد كده جبت اللون التاني ده. اللون ده انا كنت عايزة اعمل اللون اللي هو الازرق الغامق قوي. بس طلع معايا اللون ده بصراحة. يعني انا حطيت عليه لون ازرق كتير جدا وحطيت لون نقطة واحدة من لون البني وحطيت برضو نقطة صغيرة من لون الاسود. بس هو طلع معايا اللون ده. هبدأ بقى املى الفراغات كلها بيه كده. وزي ما انا قلتلك اللون ده بيرجع لك انتي بتلوني بقى حسب ذوقك. مليت كل الفراغات كده وبعدين جبت اللون البينك غمقته جامد. المفروض كنت حطيت اللون البينك ده عند الاصفر واللون الابيض مكان البينك، بس انا اتلخبطت بصراحة. خليتها كده مشيتها كده وكانت شكلها لطيف. يعني ما كانتش شكلها وحش ولا اي حاجة. وحددت من تحت لو تاخدوا بالكم الفراشة من تحت بنفس اللون. وهبدأ احدد الجزء التاني باللون الاصفر. وعملت جسم الفراشة من فوق كده باللون الابيض. وعملت لها العينين والقرون الاستشعارية بتاعتها دي. حطيت لها خلتين كده. بصوا اهي. وحددتها من تحت باللون الاصفر، يعني جزء باللون الازرق وجزء باللون الاصفر. وكده الفراشة بتاعتنا خلصت. جميلة جدا وسهلة وحلوة قوي وشكلها كيوت كده وجميلة. اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك وهستنى منكم كومنت حلو وتشجيع منكم. واسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.